عليكم. اتكلمنا في فيديو سابق عن الحمى والنيل وعرفنا طرق الوقاية والعلاج. المشكلة إنه في بعض الأشخاص بعد ما بيحصل لهم الحمى والنيل بيحصل عندهم عدوى بكتيرية بتؤدي إلى ظهور حبوب كبيرة ودمامل، سواء كانت الدمامل دي فيها صديد أو ما فيهاش، وبيكون حواليها في تورم واحمرار في الجلد، وممكن يبقى معاها ارتفاع في درجة الحرارة، ممكن يبقى معاها تورم في الغدد الليمفاوية. عادة الدمامل بتكون موجودة في الوجه، في منطقة الصدر والظهر. أهم نقطة لازم نبقى عارفينها هنا إنه لو في دمامل في الوجه ممنوع منعا باتا إنه حد يقرب منها، لأنه في الوجه حاجة اسمها مثلث الخطر. فلو تم التعامل مع الدمامل بشكل خاطئ ممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وهنبقى نتكلم بالتفصيل عن النقطة دي في فيديو جاي إن شاء الله. هنتعامل ازاي بقى مع الدمامل؟ طبعا مضاد حيوي عن طريق الفم، مضاد حيوي موضعي، بالاضافه الى اتباع كافه التعليمات واللي كنا ذكرناها في فيديو الحمى والنيل، زي مثلا التواجد في اماكن جيده التهويه، الاستحمام المتكرر، والتنشيف الجيد، وكمان الملابس لازم تكون قطان ولازم تكون خفيفه وفضفاضه والوانها فاتحه علشان ما تمتصش الحراره. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتن جميل.